السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كالعادة أدينا داخلين على الحبيب المصطفى بكل أدب وهدوء وسكينة، واوعى تنسى التأشيرة. صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا على النبي كالعادة لقيناه قاعد بيربي الصحابة. يا بختيهم يا بختيهم بقعدتهم مع النبي، يا بختيهم بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. لو عملت كل الأعمال اللي في الكون ده كله من عبادات وإخلاص وكل اللي انت عايز تعمله عشان تقرب من ربنا سبحانه وتعالى، شوف يعني مهما بلغت لا يمكن أن تبلغ شرف صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقاعد مع النبي، قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يقول لهم، والحديث رواه مسلم، قال: بادروا بالأعمال، يعني بالأعمال الصالحة، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليل. يا رب سلم سلم يا رب العالمين. عشان كده درس الليلة بعنوان فاستبقوا الخيرات. تعالوا نبدأ لقاء الليلة، ولكن بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة الإنسان جه الدنيا دي أصلا لهدف أساسي. الهدف ده ربنا قال عنه سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف الثاني إن أنا أعبد الدنيا كلها لله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى إذن أنا جيت الدنيا عشان أعبد ربنا وعشان أعبد الناس من حولي لله سبحانه وتعالى، وأخذ أجرهم الدل على الخير كفاعله. ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من سن في الإسلام سنة حسنة. والأحاديث كثيرة جدا. ربنا يرزقنا وإياكم الأجر والإخلاص يا رب العالمين، اللهم آمين. شاهد في الموضوع، احنا كلنا في ميدان منافسة، احنا في ميدان سباق حقيقي. واي انسان في الدنيا داخل سباق لازم يستعد ولازم يتأهب ولازم يجهز نفسه ولازم يتمرن ولازم يظبط نفسه. تخيل ده لو كان سباق كرة قدم، او لو كان سباق ماراثون في سباق جري، او لو كان سباق دراجات او سباق عربيات او اي حاجة في الدنيا. شوف الانسان بيتدرب قد ايه، يقول لك انا قعدت كل يوم اتدرب 12 ساعة و15 ساعة لدرجة إن أحد اللعيبة اللي كانوا بيلعبوا أحد الألعاب العنيفة، كان بيلعب تقريبا كونغ فو أو حاجة زي كده، بيقولوا له: كنت بتتمرن في اليوم قد إيه؟ قال لهم: 16 ساعة يوميا تمرينات عشان أوصل لمرحلة إن أنا أكون بطل العالم في اللعبة دي. تخيلوا حضراتكم واحد لمجرد إن في يوم من الأيام هيشيل ميدالية ذهبية ويتقال إن هو بطل العالم في لعبة. شوف قد ايه في لعبه، يعني مش في كل حاجه، في لعبه واحده كان بيتمرن في اليوم 16 ساعه. مرنت قلبك انه يحب ربنا قد ايه؟ مرنت قلبك انه يخاف من ربنا، انه يرجو ربنا، انه يحسن الظن بالله، انه يتوكل على الله، انه يوثق في الله، انه يسلم لله، انه يذعن لله سبحانه وتعالى. مرنت قلبك على عبادات القلب قد ايه في اليوم؟ مرنت بدنك قد ايه على قيام الليل؟ مرنت لسانك على ذكر الله قد ايه في اليوم؟ مرنت. محتاج ان انت تمرن نفسك وتجهز نفسك. واحنا كل سنه وانت طيبين، قربنا على رمضان، خلاص بدأ العد التنازلي، فاضل حوالي اقل من 80 يوم على رمضان. ربنا يرزقنا وإياكم يا رب العالمين إن احنا نكون من الذين يعني أدركوا شهر رمضان وفازوا بالمغفرة والرحمة والعتق من النيران. اللهم آمين يا رب العالمين. عايزين نظبط نفسنا من دلوقتي، خلاص شهر رجب على الأبواب يعني. وانتوا عارفين زي ما قلنا قبل كده، شهر رجب ده شهر البذر، انت حضرتك بتحط البذرة وحضرتك بتحط البذرة. وشهر شعبان شهر السقيا، بنسقيه مية، بنسقيه طاعة، بنسقيه عبادة، بنسقيه صيام، قيام ليل، قراءة قرآن، ذكر لله سبحانه وتعالى. ثم يأتي شهر رمضان وهو شهر الحصاد. وقلت لحضراتكم قبل كده، اللي عايز تحصده في شهر رمضان ازرعه في شهر رجب واسقيه في شهر شعبان. ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص وطول العمر مع حسن العمل. قولوا آمين، اللهم آمين. علشان كده لازم نعرف إن احنا في ميدان سباق بجد. أنا بسابقك وأنت بتسابقني، وحضرتك بتسابقي فلانة وفلانة بتسابقك، أنتوا كلكم في سباق. لأن في النهاية يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الكل بيفكر في نفسه، ده الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. يوم القيامة الكل يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غير إلا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقول أنا لها ويروح يشفع للدنيا كلها في الشفاعة العظمى من أجل بدء الحساب.
الشاهد في الموضوع، عايزكم بالله عليكم اقرأوا معايا هذه الآية، رددوا ورايا كلمة كلمة. قل إن صلاتي، قولوا ورايا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. قول وبذلك أمرت. اقرأ معايا بقى، وأنا أول المسلمين. أيوة حضرتك قولها وحضرتك قوليها، وأنا أول المسلمين. الله، يبقى أنا قلت وأنا أول المسلمين، وحضرتك قلت وأنا أول المسلمين، وحضرتك قلت وأنا أول المسلمين، كأن كل واحد بيقول إن شاء الله أكون أول واحد. خدت بالك من الموضوع عامل إزاي؟ عشان كده ربنا قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ميدان منافسة حقيقي، الحق نفسك، لأن في الآخرة ما بين الدرجة والدرجة في الجنة مسيرة 100 سنة. دي مش عربية هتخسرها، ولا شقة حلوة على النيل، ولا فيلا على البحر، ولا شاليه، ولا لا لا لا، ده جنة عرضها السماوات والأرض. قال عنها جل وعلا كما في الصحيحين أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عشان كده من الآن اقعد كده، حدد هدف. هدفي ايه؟ مش اخش الجنه وبس، ده انت تبقى هدفك بسيط جدا. لا، انا مش هدفي مجرد دخول الجنه، والا فدخول الجنه فناس كتيره جدا هتخش الجنه. انا هدفي ان انا ارتقي في اعلى درجات الجنه. حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري فاذا سالتم الله الجنه نعمل ايه يا رسول الله؟ ما قالش قولوا يا رب دخلنا الجنة وبس، لا، قال فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه يا رسول الله؟ قال فيها 4 مميزات، الثلاثة الأولين كويسين جمال حلوين قوي، بس أهم حاجة الرابعة بقى. قال صلى الله عليه وسلم فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. ودي حاجات جميلة قوي الثلاث حاجات ديت، لكن الحاجة رقم 4 اللي هي إيه؟ قال وسقفه عرش الرحمن. الله، يعني بختار الجار قبل الدار. ولذلك امرأة فرعون آسيا عليه السلام لما طلبت الجنة قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فاختارت العندية، فاختارت الجوار، فاختارت الجار قبل الدار. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ولذلك فرعون لما صلت الزبانية بتوعه عشان يقتلوا زوجته لأنها آمنت بالله سبحانه وتعالى، فأمرهم قال لهم شيلوا حجر واخبطوه في رأسها تقوم تموت على طول. قبل أن يصل الحجر إلى امرأة فرعون الله عز وجل أظهر لها ورفع لها بيتها في الجنة فرأته فتبسمت ثم قبض روحها قبل أن يصل الحجر إليها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه. عايزين الهمة تعلو، عايزين نقول ان احنا مش مجرد بس دخول جنة، انا عايز اكون من الذين يتمتعون في الجنة بالنظر الى وجه الله بكرة وعشية. هو ايه ده يا شيخ محمود وانت قلت في الجنة بكرة وعشية؟ هي الجنة اصلا فيها عشية؟ لا، ده بتقدير فقط، مواعيد ربنا يقدرها، انما في النهاية الجنة كلها نهار ما فيهاش ليل ابدا، والايام ما بتتحسبش زي ما احنا بنحسبها. وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. واحنا عارفين ان يوم المزيد اللي احنا بنتمتع فيه بالنظر الى وجه الله سبحانه وتعالى ده يوم جمعة أصلا في الجنة. طب ما الجنة ما فيهاش سبت ولا حد ولا اتنين لحد عشان نوصل لجمعة؟ قال لك لا، هي بتتحسب حسبة كده ربانية. الله عز وجل يعني يهيئ عباده إن اليوم ده يوم جمعة ثم يرسل الملائكة، كل واحد جاي له الملائكة يستأذنوا عليه ويستأذنوا الغلمان والخدم بتوعك، اطلبوا من ولي الله أن يأذن لنا في الدخول، فتأذن أنت لملائكة الرحمن سبحانه وتعالى فيخشوا عليك ويقول لك كل ملك إن ربك يستزيرك فحي على زيارته. فتروح بقى للمكان الذي تنظر فيه إلى وجه الملك سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. علي همتك من الآن، من النهاردة، خطة حياتي تكوني أول واحدة تحجبي في المنطقة بتاعتك أو في الجامعة بتاعتك أو في المدرسة بتاعتك. خطة حياتك أول واحد تصلي، خطة حياتك أول واحد تختم القرآن، خطة حياتك أكتر واحد تذكر ربنا، خطة حياتك إن أنت تكون أكتر واحد بيبر أمك وأبوك، خطة حياتك تكون أنت أول من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، خطة حياتك تكون أول واحد تاخد بإيد واحد عاصي علشان يعبد ربنا ويطيع ربنا ويصوم رمضان اللي جاي وتأمن عبادتك فتلقى الله عز وجل بعبادتك لله وبعبادة كل من دللته على طاعة الله سبحانه وتعالى. علي همتك من دلوقتي، اوعى تنظر لنفسك وبس، اوعى تعيش لنفسك. امتنا مش امة النفس، مش امة الذات، مش امة الانانية، مش امة انا وانا ومن بعد الطوفان. امتنا امة عطاء،
قال المولى عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا كنتم خير أمة أخرجت للناس بلغوا عني ولو آية إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. خلاص كده وسع همتك كده ووسع كده الآفاق بتاعتك إن أنا من النهاردة أنا حياتي كلها لله، وبعدين وأنا أول المسلمين. اوعى تنسى، اوعى تنسى الجزء ده من الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، كل حياتي، حياتي كلها لازم تكون لله سبحانه وتعالى. ما ينفعش أقول دي نقرة ودي نقرة، ما ينفعش أقول ساعة وساعة، وهي فعلا الحديث بيقول ساعة وساعة والحديث صحيح ورواه مسلم، لكن لازم نفهمه صح. يعني إيه ساعة وساعة؟ ساعة بيرتفع فيها الإيمان بالطاعة وبذل المعروف وبذل الخير والقرب من ربنا، وساعة بينخفض فيها الإيمان بالمعصية أو الغفلة عن الله. والمعنى الثاني ساعة بنستروح بيها بشيء من المباحات علشان يعيننا إن احنا لما ندخل في الطاعات يبقى الحمد لله كده روحنا عن أنفسنا، عشان ما نشعرش بالملل ولا التعب ولا الكلل ولا الضيق ولا السآمة، ولا يعني نبقى كده مقبلين على الطاعة بقلب كده مقبل على ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يا رب سبحانه وتعالى يجدد الإيمان في قلبي وقلوبكم جميعا يا رب العالمين، ويجعلنا كده من المقبلين عليه بقلوبنا وأرواحنا وجوارحنا وأحاسيسنا وكل حاجة في حياتنا، ويبقى كل واحد فينا شعاره وعجلت إليك ربي لترضى، وكل واحد يكون شعاره وأنا أول المسلمين. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. عشان كده حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، صلى عليه، اللهم صل عليك يا رسول الله، كان بيحض الأمة على كثرة المسارعة إلى الخيرات صلى الله عليه وسلم. في الحديث اللي لسه ذاكرينه اللي هو بادروا بالأعمال، أي الأعمال الصالحة فتن كقطع الليل المظلم، كأن النبي بيقول خدوا بالكم، جهزوا نفسكم يا مسلمين، في آخر الزمان هيكون في فتن ما تشوفش فيها نهار كقطع الليل المظلم. وبعدين من كتر الفتن ومن كتر ما الإنسان ما هوش معتصم لا بعقيدة صحيحة ولا ثابت على إيمان راسخ ولا عبادة قوية ولا مواظب على طاعة، ماشي على سطر وواقع على سطر وعمال بيدي ودانه للناس وهو أذن لكل من يقول له فتنة وكل من يعرض له شهوة، وعمال يتذبذب مذبذبين بين أولئك وبين أولئك، عمال ما شاء الله شوية مع دول وشوية مع دول، فجأة تيجي الفتنة تطيح بهذا الإنسان. ليه؟ لأن الإيمان في قلبه ما هوش راسخ قوي، لأن هو الطاعة في قلبه ما هيش ثابتة قوي، لأنه بيتعامل مع ربنا من منظور أداء واجب وخلاص وخلص، مش مجرد أنه بيتعامل مع ربنا من منطلق الحب، إن أنا بصلي بحب، أنا بصوم بحب، لابسة الحجاب بحب. عشان كده لو مش لابسة الحجاب بحب لله سبحانه وتعالى، مع أول فتنة هتخلع الحجاب، وممكن عياذا بالله ترجع باللبس بتاعها أسوأ مما لو كانت قبل ما تلبس حجاب. ليه؟ لأن مفيش عقيدة راسخة. إنما لما الإنسان يصحح عقيدته ويخلي أعماله كلها ابتغاء مرضات الله ويخلص النية لله ويطلب الإعانة دائما من الله ولا يكل نفسه إلى نفسه، إنما دائما شعاره لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب أنا بنخلع من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، أنا بك يا رب العالمين، أنا من غيرك ما سواش حاجة. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، أنا يا رب بستعين بيك وبطلب منك إنك تثبتني. ودايما شعاري يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا رب العالمين، يا مصرف الأبصار صرف قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وهكذا دايما بتستعين بربنا، دايما بتطلب منه الثبات، دايما بتطلب منه السداد. دايما لما تحس بالإيمان كده قل شوية تقول يا رب جدد الإيمان في قلبي، يا رب أنا ماليش غيرك يا رب. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لما ربنا سبحانه وتعالى يرى من قلبك هذا الذل والانكسار والحب والإخبات والإذعان والتسليم والتوكل واليقين والإنابة والتوبة، كل الأمور الجميلة دي كلها تجعل المولى عز وجل يقربك منه ويجعلك عبدا مقربا محبوبا، يحافظ عليك ويحفظك ويكلأك ويثبت الإيمان في قلبك، وأي فتن تيجي لا يمكن تزعزع الإيمان في قلبك أبدا. مهما حصل أنت ثابت على إيمانك وعلى عقيدتك وعلى طاعتك لله سبحانه وتعالى. فعشان كده النبي بيقول بادروا الحقوا، كأن النبي بيقول بالله عليكم الحقوا نفسكم يا مسلمين، كتروا من الطاعات، ما تشغلوش نفسكم بسير الناس وأخبار الناس وشتائم الناس وفضائح الناس ومشاكل الناس. اشغلوا نفسكم برب الناس، علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس. أرجوكم اشغلوا نفسكم بالله، أرجوكم كتروا من ذكر ربنا، أرجوكم كتروا من قيام الليل، كتروا من صيام النهار، كتروا من قراءة القرآن، كتروا من الاستعانة والرجوع لربنا سبحانه وتعالى، كتروا من التوبة والاستغفار، محدش عارف ذنوبه قد إيه. عشان كده النبي بيقول خدوا بالكم الحقوا، كتروا من الأعمال الصالحة، عشان الأعمال الصالحة دي ربنا يجعلها سبب
تثبيت قلوبكم أمام الفتن وتجعلها سبب للنجاة من الفتن. ولذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم إن احنا في كل صلاة يا مسلمين، في كل صلاة لابد أن نستعيذ بالله من 4 أشياء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم، يعني التشهد الأخير، خلاص خلصت التشهد الأخير وقبل ما أسلم مباشرة، خلصت التشهد وقبل ما أسلم مباشرة أقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أهي الفتن بتاعت المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. نقولها مرة تانية، نقولها مرة تانية، بس ما عندناش حاجة ببلاش، لازم تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ان انت تستعيذ بالله وحضرتك تستعيذ بالله بعد التشهد مباشرة، وقبل ما نسلم نستعيذ بالله من 4 حاجات. نعوذ بالله، اللهم إني أعوذ بك من إيه؟ من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. الله أكبر. عشان كده محتاجين إن احنا فعلا يا جماعة نستشعر معنى السباق الجميل اللي احنا فيه، فاستبقوا الخيرات. محتاجين ان احنا نتسابق، محتاجين ان احنا ما يعديش علينا يوم الا لما نقعد كده نعمل كشف حساب لنفسنا. قدمت ايه؟ قدمت ايه لدينك؟ قدمت ايه لبلدك؟ قدمت ايه لأسرتك؟ قدمت ايه لنفسك؟ لو مت دلوقتي، واقعد قول لنفسك كل يوم قبل ما تنام: لو مت دلوقتي انا مستعد للقاء ربي سبحانه وتعالى. اقول لكم حاجه، احنا قاعدين دلوقتي على الهواء برنامج ليله في بيت النبي. لو قدر ربنا سبحانه وتعالى، يا رب يرزقكم طول العمر مع حسن العمل، لو قدر ربنا ان ملك الموت داخل علينا الان ونادى وقال: مين منكم يا مسلمين مستعد الآن يلقى الله سبحانه وتعالى؟ يا ترى مين فينا مستعد للقاء ربنا سبحانه وتعالى؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نكمل فاستبقوا الخيرات، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نشوف أخبار قلوبنا كده بعد المقدمة السخنة اللي قدمناها كده في بداية الحلقة. وسامحوني على الريتم، كان سريع شوية لأني فعلا بتكلم بجد والله العظيم من قلبي. نفسي إن ربنا يكرمنا كده ونلحق نفسنا في زمان الفتن، الفتن اللي النبي وصفها صلى الله عليه وسلم وقال: فتنا كقطع الليل المظلم. صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليل. شفنا ناس كتيرة، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، ضحوا بحاجات كتيرة قوي في دينهم عشان خاطر متعة دنيوية، وعشان خاطر ربنا يا رب يثبت قلوبنا وإياكم على الطاعة يا رب العالمين، ويحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإن أراد بالقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مفرطين. اللهم آمين يا رب العالمين. في يوم من الأيام، والحديث رواه مسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بيقول للصحابة، ده كان أول لقاء بينهم وبين الكفار، فيقول: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. ثم قال للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فكان الصحابة كلكم عارفين القصة، اللي هو عمير بن حمام، شاب صغير في ريعان الشباب، فبيكلم نفسه بس بصوت عالي شوية، فقال: بخ بخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. في ساعتها مباشرة يا جماعة، شوف المسارعة، راح مطلع شوية تمرات، كل تمرتين 3، ثم نظر إلى سائر التمر وقال: والله لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة، أنا لسه هستنى، أنا مشتاق لك يا رب بجد يا رب، يعني سبحان الله. ثم ألقى التمرات وألقى الدرع، لأن الدرع ده ممكن يكون سبب وقاية أو حماية. رمى الدرع ودخل بالسيف وجسده يعني مكشوفا، ودخل فقاتل فقتل، فكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. شوف برضو نظير مثل هذا الأمر، لما النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد ذهب إلى الرجال وذكرهم بالله سبحانه وتعالى، ثم ذهب إلى النساء وذكرهن بالله، ثم أمر النساء بالصدقة. ليه؟ لأن النبي في الحديث دوت قال: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار، إلى آخر الحديث. فالنساء مجرد بس ما سمعوا النبي فقط بيقول يعني تصدقنا بس كده، كان النساء أمرهم حاجة في غاية العجب. ودايما النساء يعني مش ذنب لينا احنا كرجال، إنما دايما النساء عندهم النزعة العاطفية للأمور الإيمانية والبذل والعطاء عجيب جدا يعني.
هات واحدة النهاردة أخت فاضلة كده ومسكها مثلا دار أيتام، شوف بتبذل حياتها إزاي. هات مثلا رجل زي حالتنا يمسك من نفس الدار ديت، ما بقولش مين أحسن، لكن هي عشان عندها الناحية العاطفية أقوى تجد عندها البذل أقوى بفضل الله سبحانه وتعالى. فما كان من النساء إلا إنها كل واحدة منهم اللي خلعت الحلق واللي خلعت الخاتم واللي خلعت الغويشة، وكل الذهب اترمى في الثوب الذي جمعه بلال وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من باب التسابق، فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في يوم من الأيام، والحديث رواه البخاري ومسلم، واحد جاي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ أكتر صدقة ممكن يكون أجرها عظيم إيه؟ قال له صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. بيقول له من أعظم الصدقات أجرا، أجرا بعد طبعا بعد الصدقة على ذي القربى، لأن الصدقة على الأقرباء أو الأرحام صدقة وصلة، لكن عايز يقول له الصدقة عموما يعني أكتر صدقة فيها أجر لما تكون أنت لسه بقى بصحتك وشبابك، أو مثلا عايش كده ومفيش لا مرض ولا أي حاجة، تأمل الغنى وتخشى الفقر وقاعد حريص جدا جدا على فلوسك، ومع ذلك بتطلع من المال دوت وبتدفع زكاة مالك وبتتصدق وانت تعلم ان صحتك زي الفل وانك الحمد لله يعني محدش يعرف العمر يعني متى ينتهي، لكن عندك تأمل الغنى وتخشى الفقر وانت صحيح سليم. شوف قد ايه يعني عايز يقول لك طول ما انت عايش وحاسس ان صحتك ما شاء الله وحاسس ان الحمد لله رب العالمين ما فيش لا امراض ولا اي حاجه، قال لك في الاوقات ديت لما تكثر من الصدقة دي أعظم أجر. ليه؟ لأن أنت بتشيل من الشيء اللي أنت بتتمنى أن أنت تتمتع بيه. المولى عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخرج السكر، يعني يطلع قوالب السكر كده ويديها هدايا للفقراء، فبيقولوا له طب اشمعنى؟ قال لأن المولى عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأنا أحب السكر فأخرج من السكر. وكتير من اصحابها كانوا يعملوا كده، يقول لك انا بحب الحاجه الفلانيه او الاكله الفلانيه، لدرجه ان واحد من التابعين اسمه الربيع بن خثيم. ربيع بن خثيم في يوم من الايام طلب من زوجته انها تعمل له نوع من انواع الحلوى كده اللي هي النادره، اللي هي ما بتتعملش غير في الاعياد زي ما بيقولوا يعني. فقعدت يعني طول اليوم قعدت تشتغل، طبعا ما كانش فيه زي حالتنا كده بوتاجازات وحاجات شوي والكلام ده كله، تعبت لحد ما خلصت له يعني طبق كده كبير او صينيه حلويات كده وقدمتها قدامه. فجاء رجل معتوه، رجل معتوه عياذا بالله، اللعاب بتاعه عمال بيسيل على ثيابه، يعني راجل بلغتنا كده ربنا يعافينا شبه مجنون. وبعدين قال أعطيني شيئا لله، فراح مقدم له الحلوى كلها كل الصينية وبدأ بنفسه يأكله، والراجل اللعاب بتاعه بيسيل على يد الربيع بن خثيم وهو مش متضايق ولا أي حاجة وعمال يأكله. فابنه بيقول له يا أبي يعني أمي قد تعنت وتعبت حتى أعدت لك هذا الطعام، أفلا طعمت هذا الطعام وكنا نعطيه مالا بدلا منه، فإنه معتوه لا يدري الحلو من الحامض. قال إن كان هو لا يدري فإن الله عز وجل يدري وسيجزل لنا العطاء يوم القيامة. إن كان هو ما يعرفش إذا كان دي حاجة حلوة ولا لا، فربنا يعلم. أنا قدمت له حاجة أنا كنت بتمناها ومستنيها، والزوجة قعدتها وأنا كنت نفسي أكلها فأكلتها له، لأني بقدم ده بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك خد بالك من حاجة، في أمور الدنيا فامشوا في مناكبها. الآية بتقول كده فامشوا في مناكبها، قال لك في أمور الدنيا امشوا بالراحة، إنما في أمور الآخرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وضح لك كل ده في رواية أبي داود بسند صحيح، قال التؤدة اللي يعني التأني. أنت عارف كنا إيه زمان، مرة كده كان واحد كبير في السن كان راكب معاه العربية، فأنا بطبيعتي بحب أمشي سريع شوية لكن بعقل يعني، فأنا ماشي فقال لي يا محمود يا ابني امشي بالراحة عشان نوصل بسرعة. فأنا بحسبه بيهزر يعني، فبقول له ازاي امشي بالراحة عشان نوصل بسرعة؟ قال لي ما انت لما تمشي بالراحة مش هنعمل حادثة فنوصل بسرعة، انما لو مشيت بسرعة ممكن تعمل حادثة نقف اليوم كله في الشارع. شوف الكلام ده في أمور الدنيا. في أمور الدنيا امشي بالراحة عشان توصل بسرعة، في أمور الآخرة امشي بسرعة عشان توصل بسرعة. شوف قد ايه التؤدة خير، أو التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. ده كلام حبيبك متصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده في يوم من الأيام، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، النبي قال لواحد وهو بيوعظه قال له خد بالك بقى، أمور الآخرة ديت محتاجة إن أنت تعتبرها غنيمة،
يعني امور الدنيا امرها بسيط جدا، اللي يفوتك من الدنيا ما تحزنش عليه. فاتك فلوس تتعوض، ما اتجوزتش ربنا يكرمك بالحور العين، ما خلفتش ان شاء الله في الجنه ربنا هيكرمك وتخلف بطريقه لا تتصورها. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن في الجنه إذا اشتهى الولد كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة. الله أكبر، ما شاء الله. لا بقى حضانات ولا زوجة يعني نايم على ظهرها 9 شهور عشان الحمل يثبت في بطنها، ولا بقى مصل ولا لقاح ولا تطعيم ولا كي جي 1 ولا كي جي 2 ولا يعني الولد بينزل ما شاء الله 33 سنة وقدامك عمارة واقفة قدامك. الله أكبر. لأن يوم القيامة الإنسان في الجنة طوله 60 ذراعا في السماء كما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم على طول أبينا آدم عليه السلام. فيكون حمل الولد حمله ووضعه وسنه، يبقى حمله ووضعه وسنه، يحمل تحمل الأم به وتضعه وينزل في نفس السن بتاع أهل الجنة، كل ده في ساعة واحدة. ساعة مش 60 دقيقة، يعني وقت بسيط جدا. ينزل يبقى في طول أهل الجنة وحجم أهل الجنة وسن أهل الجنة، ما شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للرجل: اغتنم 5 قبل 5. اغتنم 5 قبل ما تندم على 5 تانيين. في حاجة وقدامها الحاجة اللي تزعلك. قال له إيه؟ شبابك قبل هرمك. اغتنم الشباب ده، فترة الشباب ديت، علشان قبل ما تعجز وتقول يا خسارة قدر الله ما شاء فعل، يا ريتني قمت الليل وأنا شاب، يا ريتني صمت النهار وأنا شاب، يا ريتني عملت الخير وأنا شاب. أنا دلوقتي لا قادر أقف على رجلي ولا قادر أعمل حاجة ولا قادر أصوم ولا قادر أقرأ قرآن ولا قادر. فبيقول لك اغتنم، الحق نفسك. اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، خد بالك. وبعدين وصحتك قبل سقمك، صحتك قبل ما تمرض، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين. وغناك قبل فقرك، معاك فلوس انفق عشان ربنا يكرمك، يحفظ لك مالك ويزكي نفسك ويزكي قلبك ويكرمك وتلاقي الخير ده كل يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك. النهارده انت عندك وقت، بكره ممكن تنشغل، ما تلاقيش وقت للقراءة ولا تلاقي وقت للذكر ولا تلاقي وقت لكذا. اشغل نفسك بطاعة ربنا عشان ربنا يكرمك. وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. ولذلك في يوم من الأيام حصل موقف عجيب جدا، والحديث رواه أحمد بسند صحيح. لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر 3 على سرية مؤتة، أمر عليهم زيد بن حارثة فإن قتل، فجعفر بن أبي طالب فإن قتل، فعبد الله بن رواحة. فالمهم ودعهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم بكل خير، وخرجوا 3000 هيقابلوا 200,000 مشرك في سرية مؤتة. فهم خارجين، واحد من ال3 اللي هو عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال: والله هم الصحابة ديهم خرجوا هم بدري شوية، لا ده أنا إيه، كانوا خارجين مثلا إيه، لو قلنا الظهر هيبدأ مثلا على الساعة 12، قال لك هم مثلا خارجين 11 ونص، أنا بقى أقعد أستنى لحد الساعة 12 عشان أروح أصلي الظهر مع النبي وأسلم عليه وأودعه وأخليه يدعي لي دعوة حلوة كده، يمكن أفوز بشفاعته يوم القيامة. يبقى إذا الرجل قاعد مش عشان رايح يودع زوجته ولا عشان يودع صاحبه ولا عشان يجيب أكله، لا ده أنا رايح للنبي والله، مش رايح لحد تاني. فإذا به يتأخر النص ساعة دي اتأخرها. فلما اتأخر وبعدين صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدري بكم سبقك أصحابك؟ انت عارف انت النص ساعة او الشوية اللي انت اتأخرتهم عن اصحابك دولت وهم خرجوا خلاص وفرقوا يعني الحدود بتاعة المدينة وبدأوا ما شاء الله في السفر بتاعهم، عبد الله بن رواحة عارف ان هو هيحصلهم. قال له: أتدري بكم سبقك أصحابك؟ فقال: لا يا رسول الله، يعني بغضوتهم، يعني بالشوية اللي هم بدروا فيها دي. قال له: إنهم، خد بالك بقى، لقد سبقوك بأبعد مما بين المشرقين والمغربين. يا خبر أبيض. بيقول له شوية بساط اللي هم مشيهم دولت، أنت كانت نيتك حلوة، أنت جاي تسلم على النبي وتخلي النبي يدعي لك صلى الله عليه وسلم وعايز تفوز بشفاعة النبي عليه السلام، لكن ده هم سبقوك أبعد مما بين المشرقين والمغربين عشان اتأخر شوية. يا خبر أبيض. عشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم: لا حسد إلا في 2، وفي رواية: لا تنافس إلا في 2. رجل آتاه الله مالا فهو ينفق فيه منه آناء الليل وآناء النهار، فكان له جار يقول: يا ليت عندي مثل ما عنده فأفعل مثل ما أفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا بعمل وهذا بنيته، فهما في الأجر سواء. ورجل الثاني رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، فيسمعه جار له يقول: يا ليت عندي مثل ما عنده فأفعل مثل ما يفعل، يا ريتني حافظ قرآن زيه علشان أصلي قيام الليل.
قال فهذا بعملي وهذا بنيتي فهما في الأجر سواء. الحسد هنا بمعنى الغبطة، والغبطة هي تمني مثل ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير. يعني الحسد المذموم هو أن أنا أقول هو فلان ده ربنا بيديله كل ده ليه؟ وأتمنى زوال النعمة من وجه عياذا بالله حتى وإن لم أنتفع أنا بها. ده الحسد الأسود اللي الإنسان يؤزر عليه عياذا بالله. انما الحسد الذي تؤجر عليه اللي هو بيسموه الغبطه، ان انا لما اشوف واحد ما شاء الله خاتم القران اقول يا رب يوسع عليه ويكرمه يا رب ويحفظه بالقران ويرفع قدره ويرزقني زيه يا رب العالمين. لقيت واحد عنده علم اقول يا رب احفظه واحفظ العلم اللي في صدره يا رب وينفع به الناس يا رب العالمين وعلمني زيه يا رب. وهكذا الحسد اللي هو الغبطه المحموده. طيب تعال نشوف برضه صور جميله قوي من احوال السلف، ازاي بقى هم حولوا كل بقى دوت الى واقع عملي. شوف اول صوره بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، طبعا ده السباق في هذه الأمة، ده رقم واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث رواه أبو داود بسند صحيح ندب النبي الصحابة للصدقة، فجاء أبو بكر الصديق جاء عمر بن الخطاب بنصف مالي، قال اليوم بقى ايه اسبق ابا بكر ان كنت سبقته يوما. عمري ما سبقته، نفسي اسبقه ولو مره واحده في حياتي. قال فحطيت نص فلوسي في حجر النبي. قلت طبعا مستحيل، مين في الدنيا يفكر انه يحط نص ثروته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ اكيد ما حدش هيعملها يعني. قال فذهبت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لاهلك يا عمر؟ فقال تركت لهم مثله يا رسول الله. شوف الصدق يا اخي، ما قالوش بقى والله يا رسول الله يعني شلت اللي في البيت كله وضحيت واستلفت كمان وعملت، لا لا لا، وضوح وصراحة، ناس أمناء وصادقين. قال تركت لهم مثله. يقول عمر ففوجئت بقى بحاجة مفاجأة عجيبة، قال فوجدت أبا بكر قد وضع ماله كله في حجر النبي، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا تركت لأهلك وأولادك يا أبا بكر؟ سبت لهم إيه؟ قال تركت لهم الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. مش قلت لكم في أول اللقاء وأنا أول المسلمين؟ كله عمال رافع الشعار دوت، عايزين نحيي الشعار ده في قلوبنا. إيه رأيكم تيجي نخليه شعار رمضان السنة دي؟ وأنا أول المسلمين، إن إن شاء الله السنة دي هكون أحسن واحد صام رمضان السنة دي، أحسن واحد قام رمضان السنة دي، أحسن واحدة لبست حجاب السنة دي، أحسن واحدة بذلت جهد السنة دي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك في غزوة خيبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم وقف كده وقال للصحابة لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الصحابة كلهم يفكرون مين بقى اللي هياخد الراية ديت. حتى عمر بن الخطاب اللي هو كان قمة في الزهد قال والله ما تمنيت الإمارة إلا في تلك الليلة. خد بالك بقى. قال فلما أصبح الناس قال النبي أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يا رسول الله به رمض في عينيه، فجيء به فتفل النبي في عينيه فبرأ بإذن الله، فأعطاه النبي الراية. فكانت منقبة عظيمة جدا لعلي بن أبي طالب أنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تعالوا نكمل مع بعض فاستبقوا الخيرات، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام والحديث رواه أحمد بسند صحيح، حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الثلث الأخير من الليل خارج يتمشى، فلقى أبو بكر ولقى عمر، قال لهم تعالوا نتمشى شوية. راحوا معديين على بيت عبد الله بن مسعود، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بيسمع صوت جميل كده بيصدر من بيت عبد الله بن مسعود. أيام ما كانت بيوت المسلمين ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب كانت ما شاء الله بتشغي كده بالقرآن وقيام الليل. ربنا ينور بيوتنا وبيوتكم يا رب بالقرآن وقيام الليل وذكر ربنا سبحانه وتعالى. فلقى ابن مسعود واقف عمال بيصلي وبيبكي من خشية الله. فقال النبي لأبي بكر وعمر من سره أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله ابن مسعود. فلما انتهى عبد الله بن مسعود من صلاته وجلس عشان يدعو لسه بيرفع ايديه كده، فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول دون أن يسمعه ابن مسعود قال سل تعطى، أي دعاء هتدعو به الآن فأبواب السماء مفتوحة بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الدعاء الجميل اللي دعاه ابن مسعود كان 3 أدعية جمال. قال اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد في الجنة ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي آمين. خلاص بقى كده إيه يعني الدنيا كلها خلاص ضمن حياته كلها وآخرته كلها.
فعمر بن الخطاب قال برضه نفس الحكايه، اليوم اسبق ابا بكر ان كنت سبقته، مش عارف اسبقه ولا مره. قال فلما انصرف الناس من صلاه الفجر اسرعت الى عبد الله بن مسعود لأبشره بتأمين النبي على دعائه صلى الله عليه وسلم. قال فوجدت أبا بكر خارجا من عندي فقلت والله لا أسبقك إلى خير أبدا يا أبا بكر. الله، مسابقة. شوف قد ايه نفس اللي فكر فيه هو اللي فكر فيه ابو بكر. مش قلت لكم وانا اول المسلمين؟ كله كان بيفكر في نفس المعنى دوت، ان لازم اسبقه وابشر اخويا عبد الله بن مسعود بتامين النبي على دعاء عشان ادخل السعاده عليه. ومن ادخل السعاده على مسلم ادخل الله عز وجل عليه السعاده في الدنيا وفي الاخره. سيدنا عثمان ابن عفان، عثمان ابن عفان كان في قمة السباق، كان فعلا وأنا أول المسلمين. أول ما وصلوا المدينة المنورة كان طبعا المسلمين مش لاقيين ميه عذبه عشان يشربوا منها. البئر، كان في بئر اسمها بئر روما كان بيملكها رجل، الرجل ده كان بيغلي الميه على المسلمين. فما كان من عثمان بن عفان الا انه طلب منه، قال له تبيع البير؟ قال له ما اقدرش ابيعها كلها، اقدر ابيع لك نص البير. بكام؟ قال له ب 35,000 درهم. فما كان من عثمان بن عفان الا انه اشترى منه نص البير. طب اشتري نص البير ازاي؟ يعني المسلمين يشربوا من البير يوم، واخد بالك، والراجل صاحب البئر ديت اللي هو صاحب البئر اصلا يبيع لهم الميه في اليوم الثاني. فالمسلمين كانوا اذكياء، كانوا بياخدوا الميه اللي بيشربوها في اليوم دوت ويخزنوا الميه لليوم الثاني. فالراجل لقى نفسه بيخسر ما بيبيعش، فعرض على عثمان بن عفان انه يبيع له النص الثاني، فباع له النص الثاني ودفع مبلغ لكن اقل من الاولاني، واشترى البئر كلها ثم وهبها للمسلمين ولغير المسلمين. الله، فكل من كان يشرب من البئر وكل من كان يتوضأ أو ياخد مية يغتسل أو ياخد مية عشان يطبخ أو يعمل أي حاجة، كل ذلك كان في ميزان حسنات عثمان ابن عفان. في غزوة تبوك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أو ندبهم للإنفاق من أجل تجهيز جيش العسرة. يجوا عثمان بن عفان ما شاء الله يتصدق ب100 فرس، ثم ب100 فرس، ثم ب100 فرس، ثم ب1000 دينار و1000 تاني، 3000 دينار. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم إني أمسيت راضيا عن عثمان، اللهم فرض عنه يا رب العالمين. عثمان بن عفان اللي في يوم من الأيام أرادوا أن يوسعوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فاشترى الأرض اللي جنب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها هدية للمسلمين من أجل أن يوسعوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وعمل الموضوع ده مرتين، مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومرة في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. شوف قد إيه البذل، مرة ثالثة أو مرة رابعة أو مرة خمسة يحصل مشكلة، إن يحصل مجاعة في عهد أبي بكر الصديق وتكون قوافل جاية ما شاء الله، جمال ومحملة بالبضائع من اليمن ومن الشام وجاية كلها، والتجار رايحين يشتروا من عثمان بن عفان. وإذا بعثمان بن عفان يقول قد جعلتها كلها لله أطعم بها فقراء المسلمين، وأطعم كل فقراء المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فكان قمة في البذل، وكان كل يوم جمعة يعتق 10 عبيد ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. بذل يا جماعة وأنا أول المسلمين وعجلت إليك رب لترضى. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ذات النطاقين اللي كانت حامل في الشهر السابع. تخيل حضراتكم واحدة حامل في الشهر السابع وتعبانة ومش قادرة، تعبانة جدا، وممكن تولد في الشهر السابع وممكن تولد في الشهر التاسع، ومع ذلك كانت بتمشي حوالي 5 كيلو أو أكتر وتطلع فوق الجبل عشان توصل للغار عشان توصل الأكل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيها أبي بكر. فشقت نطاقها إلى نصفين عشان تربط جسمها، تربط لبسها بنطاق، والتاني تحط فيه الأكل. وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لها أبدلك الله عز وجل بنطاقك هذا نطاقين في الجنة. ما شاء الله، دعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا حكيم بن حزام، وانا بديكم امثله علشان بس نتحفز. احيانا الانسان لما يعرف المعلومه ويقول لك فعلا وانا اول المسلمين، فعلا وعجلت اليك رب لترضى، لكن لما اذكر لك امثله يبتدي انت بنفسك تتاهب وتبتدي تستعد وتتجهز، ويبتدي عندك كده حميه ان انت تعمل زي ما هم كانوا بيعملوا، وتقول سبحان الله ليه انا ما اعملش زيهم. حكيم بن حزام ربنا اكرمه ودار الندوه، واخد بالك، او دار الندوه بقت بتاعته. ودار الندوه دي كان فيها كل المؤامرات التي حاكتها قريش من أجل مقتل النبي وعداوة هذا الإسلام. فأراد حكيم بن حزام اللي أسلم في عام الفتح، رغم أنه كان من المقربين جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فضل 21 سنة في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وما أسلم إلا في عام فتح مكة.
فلما أسلم خد الدار ديت وراح بايعها ب100,000 دينار. طبعا كان مبلغ يعني رهيب جدا، ثروة لا تقدر بثمن. فقال له عبد الله بن الزبير: يا حكيم، بعت مكرمة قريش؟ قال: يا ابن أخي، ذهبت المكارم كلها ولم يبقى إلا تقوى الله. أشهدك أني قد بعتها وقد جعلت ثمنها لله، أرجو بها دارا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وراح تصدق على فقراء المسلمين ب100,000 دينار. تخيلوا حضراتكم، 100,000 دينار تقدر النهارده بملايين. وتصدق بها حكيم بن حزام. وفي آخر 3 مواسم قبل ما يموت راح الموسم الأولاني وحج وتصدق على فقراء الحرم ب1000 شاة، نحرها وأطعم فقراء الحرم. ثم في العام اللي بعده خد 100 ناقة، 100 جمل، وذبحهم في يوم عرفة، وذبحهم في يوم النحر بعد ما في موسم الحج، ووزع لحوم على فقراء المسلمين. وفي المرة الثالثة خد 100 عبد ووضع في رقابهم خواتيم مكتوب عليها عتقاء للرحمن. وفي يوم عرفة قال: اللهم إني قد أعتقت رقابهم جميعا فهم أحرار لابتغاء مرضات الله، وأنت أولى بالمسامحة فأعتق رقابتي من نار جهنم. ثم عاد بعد هذا الحج وهو على فراش الموت وهو يبكي ويقول: أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك. كررها 3 مرات ثم نطق الشهادتين ومات حكيم بن حزام. وعجلت إليك ربي لترضى وأنا أول المسلمين. ارفع الشعار دايما، اوعى تنسى هذا الشعار العظيم. سيدنا عكاشة بن محصن لما النبي، والحديث في البخاري ومسلم، لما قال إن سيدخل الجنة، عرضت عليه الأمم، وفي آخر الحديث قال إيه؟ قال: وإذا بي يقولون هؤلاء أمتك معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. عكاشة بن محصن لو واحد غيره كان يقول إيه؟ طب معقول أنا هكون واحد منهم؟ أكيد فلان وفلان وفلان. إنما أبدا، علو همة ما شاء الله، وإقبال على الله، ومسارعة إلى الخيرات، فاستبقوا الخيرات. قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. الله. راح قايم واحد تاني يا جماعة بعدها بثواني والله، يعني ما تأخرش كتير، قال له: ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال له: سبقك بها عكاشة. عكاشة قالها من أكتر من 1400 سنة، وراجل قالها بعديه بثواني، فقال له: سبقك بها عكاشة. وإحنا بعد 1400 سنة كم مليون واحد وكم مليار واحد سبقنا، لكن ما زال الأمل مفتوح. أقبل على الله سبحانه وتعالى. سبقك بها عكاشة. في غزوة أحد، والحديث رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رفع السيف بتاعه وقال: من يأخذ هذا السيف؟ فالصحابة كل واحد فيهم قال: أنا، والتاني يقول أنا، كل واحد عايز ياخد سيف النبي صلى الله عليه وسلم. فاشترط النبي شرطا، قال: من يأخذه بحقي؟ فأحجم الناس جميعا. قالوا: لا، أكيد حقه ده حاجة يعني إيه ممكن تكون صعبة ما نعرفهاش. فقدم عليهم رجل اسمه أبو دجانة. أبو دجانة ده اسمه سماك ابن خرشة. فأول ما دخل قال له: أنا أخذه بحقي يا رسول الله. فقد إيه؟ فأخذه ففلق به هام المشركين. دخل وقعد يقاتل بهذا السيف قتالا عظيما عشان أخذ السيف بحقه، إنه يؤدي حق هذا السيف. في يوم من الأيام، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، في قصة مؤثرة جدا وجميلة. كان في غلام يتيم وكان عنده بستان، وكان في رجل أنصاري عنده بستان بجوار بستان الغلام اليتيم. فالغلام حب يعمل سور ما بين بستانه وما بين بستان هذا الرجل الأنصاري. فوقفت نخلة في النص، جاب يعمل السور، النخلة لازم يلف السور كده أو كده. فقال له: ممكن تعطيني النخلة ديت عشان أخليها جوه بستاني؟ قال له: لا. قال له: طب تبيعها لي عشان أدخلها جوه بستاني؟ قال له: لا. قال له: إذا أشكوك إلى رسول الله. طبعا الأنصار ده ما كانش في نيته يا جماعة إن هو يعصي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كل ما في الأمر هو زعل لما لقى الغلام دوت، يعني راح مصدر الكلام بإن إيه، هشتكيك للنبي صلى الله عليه وسلم. راح الغلام اليتيم واشتكى هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء معه النبي اللي متفرغ لدعوة الدنيا دي كلها، الإنس والجن، جاي مخصوص عشان غلام يتيم. أي نعم، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فجه وقال للأنصاري: أعطيه النخلة. قال له: لا يا رسول الله. قال له: بيعه النخلة، مش عايز تعديها له ببلاش، بيعها له. قال له: لا يا رسول الله. قال له: طيب أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. هو كان غضبان فقال له: لا يا رسول الله. فمين اللي وقف يسمع الكلام ده؟ واحد اسمه أبو الدحداح. فسمع فقال له: يا رسول الله، ألا إني اشتريت تلك النخلة وأعطيتها لليتيم، ألي بها نخلة في الجنة؟ قال: أجل. فذهب أبو الدحداح وراح للرجل الأنصاري، قال له: إيه رأيك؟
تعرف بستان أبي الدحداح؟ قال له: ومن في المدينة لا يعلم بستان أبي الدحداح؟ كان فيه 600 نخلة وبئر وبيت وسور، وكان أجمل تمر في المدينة كان التمر اللي بيخرج من بستان أبي الدحداح، وكفاية إنتاجية لا تتصورها يعني. فقال له: ومن لا يعلم بستان أبي الدحداح؟ قال له: هو لك بكل ما فيه من بئر وبيت وسور ونخل وكل ما فيه، على أن تعطيني تلك النخل. قال له: خلاص، قد بعتك تلك النخلة. فذهب أبو الدحداح من أجل أن يسمع البشرى، لا من أجل أن يستوثق، لأنه عارف أن كلام النبي صدق. قال له: يا رسول الله، ألا إني اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم، ألي بها نخلة في الجنة؟ قال: أجل يا أبا الدحداح. قال: أشهدك أني قد اشتريتها وقد وهبتها لليتيم وجعلتها لله عز وجل. فتمسم النبي ومسح على لحيته وهو يقول: كم من عذق رداح، يعني كم من نخلة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. راح أبو الدحداح عشان يسلم هذا الأنصاري البستان بتاعه اللي قدام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما وصل إلى هناك سمع من ورا السور إن زوجته وأولاده موجودين جوه البستان، فراح منادي وقال لها: يا أم الدحداح. فقالت: أجل يا أبا الدحداح. قال: اخرجي أنت وبنوك من البستان فقد بعناه لله. فكان في ابن طفل صغير لأبي الدحداح كان حاطط في فمه تمراية واحدة. الأم راحت مطلعة التمرة من فمه وراحت رميها في الأرض وقالت له: سامحني يا بني، فقد بعناه لله. الله الله على المشهد الجميل ده. الإمام مجاهد رحمه الله رحمة واسعة بيحكي قصة الثلاثة دول هيجي يوم القيامة، واحد فيهم غني والتاني مريض والتالت عبد مملوك. فربنا هيسأل الغني بيقول له: إيه اللي منعك من عبادتي؟ إيه اللي خلاك مشغول عن عبادتي وما عبدتنيش؟ فقال له: أعطيتني أموالا كثيرة وأكثرت علي من الأموال فانشغلت بها وما قدرش نعبدك وطغيت بهذا المال. فإذا بالحق سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أن تأتي إليه بسليمان عليه السلام. فقال لهذا الرجل الغني: أكنت أنت أكثر مالا أم هذا؟ قال له: لا طبعا، بل سليمان. قال: رب هب لي، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، أنت سخرت له الجن والإنس والطير والوحش وبساط الريح إلى غير ذلك يعني. قال له: ومع ذلك كان نعم العبد، ما شغله ماله وما شغله ملكه عن عبادته. ثم يؤتى بالمريض: ما شغلك عن عبادتي؟ الله يسأله: ما شغلك عن عبادتي؟ قال له: يا رب شغلت بمرضي وتعبي وانشغلت بجسدي وآلامي قال له: طيب. أمر الملائكة راحوا جايبين سيدنا أيوب. قال له: أكنت أنت أشد مرضا أم أيوب الذي ابتلي 18 عاما ولم يبق فيه جزء سليم إلا القلب واللسان، قلبه كان يشكرني به ولسانه كان يذكرني به. قال: بل أيوب كان أشد مرضا. قال له: ومع ذلك كان نعم العبد، لم ينشغل لحظة عن عبادتي. ثم يؤتى بالعبد المملوك: ما الذي شغلك عن عبادتي؟ الله يسأله: ما الذي شغلك عن عبادتي؟ قال له: شغلت بالرق والعبودية وكان سيدي يفعل ويفعل. قال له: طيب. ثم أمر الملائكة فجيء بيوسف عليه السلام. قال له: وهذا كان عبدا مملوكا ومع ذلك كان نعم العبد، لم ينشغل لحظة واحدة عن عبادتي. وأنا أول المسلمين. الكل كان بيتسابق. كان في واحد من السلف اسمه رياح القيسي، اتجوز امرأة عابدة، امرأة صالحة، فلما تزوجها حب يختبرها. فطبعا زوج وزوجة وما شاء الله، ومع ذلك كان من أول ليلة عايزين يصلوا قيام الليل. فهي قامت أول الربع الأولاني من الليل وصلت، وبعدين قالت له: يا رياح قم. فقال لها: أقوم. وعمل نفسه إن هو نايم، هو مش نايم بس هو بيختبرها، بيشوف مدى صلاح هذه المرأة. في الربع الثاني: يا رياح قم. قال لها: أقوم وما أمشي. لحد ما جت في الربع الأخير قالت له: يا رياح قم، بالله عليك من غرني بك؟ أنا كنت فاكراك رجل صالح، معقول أنت ما بتصليش قيام الليل؟ شوف همتهم كانت عاملة إزاي. فقام وقال: إنما كنت أختبرك. واحد اسمه الحسن بن صالح رحمه الله رحمة واسعة، كان ليه أخ اسمه علي بن صالح، وكان أمه كانت عايشة معهم وكان أبوه ميت، فكانوا مقسمين الليل 3 أقسام. أمه تصلي التلت الأولاني من الليل وتروح مصحية علي، فعلي يصلي التلت الثاني من الليل، وعلي يروح مصحي الحسن، فالحسن يصلي التلت الثالث من الليل، وبعدين يصحي الاثنين فيصلوا صلاة الفجر. فماتت أمه، فراح الحسن وعلي يقسموا الليل ما بينهم نصين. فلما مات علي قام الحسن الليل كله. كان عند الحسن بن صالح جارية، ففي يوم من الأيام اتزنق في فلوس، والجارية ديت كانت يعني العبيد والجواري كانوا مال، يعتبروا مال، فراح باعها لناس بجواره يعني. فلما باع هذه الجارية
جاءت هذه الجارية في الثلث الأخير من الليل ثم نادت يا أهل الدار، فقالوا ماذا تريدين؟ قالت ألا تصلون؟ فقالوا أؤذن لصلاة الفجر؟ قالت سبحان الله وأنتم لا تصلون إلا صلاة الفجر؟ قالوا أجل. ففي الصباح أرسلت إلى سيدها أرجوك أن تردني إليك فقد أرسلتني إلى قوم لا يقومون الليل. الله أكبر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام ماشي، فسمع امرأة هي بتتكلم من وراه، فصوتها كان عالي، سمع كلامها بتقول هذا الذي يصلي الليل كله. والإمام أبو حنيفة ما كانش بيصلي الليل كله، كان بيصلي جزء من الليل. قال فلما سمعت ذلك وعلمت أن تلك المرأة قد أشاعت هذا الكلام عني، فأردت ألا يثنى علي بشيء لا أفعله، فكنت بعد ذلك أصلي الليل كله. الله. عشان كده يا حبايب قلبي بقول يا ريت اعتبروا نفسكم النهارده كأنكم داخلين في سباق 100 متر عبادة طاعة وصلاة. اوعى تخلي لحظة من حياتك، اوعى تخلي لحظة من حياتك تعدي بغير فائدة تعود عليكم في أمر دينكم أو دنيتكم. حاولوا بقدر الإمكان إن وقتكم في حياتكم تبقى في شغل، حتى لما تناموا احتسبوا كما قال معاذ بن جبل لأبي موسى الأشعري، قال له كيف تقرأ القرآن؟ قال له أقرأه قائما وقاعدا وعلى جنبي ومضطجعا، فإذا فطرت أو شعرت بتعب أنام بستريح شوية. قال له وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، بحتسب يا رب إن أنا لما بنام إن يا رب أنا لو كنت صاحي وقادر أصحى كنت هصلي، بس أنا بنام عشان أستعين بشوية النوم دولت على قيام الليل، على ذكر الله، على قراءة القرآن، على غير ذلك. يا سلام، شوف المعنى الجميل ده. فعايزك تكون أول واحد يلتزم، عايزك تكون أول واحد يصلي، عايزك تكون أول واحد يلبس حجاب، عايز تكون أول واحد يطلب العلم، عايزكم تكون أول واحد يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. هختم بحديثين كده في غاية الروعة. الحديث الأولاني رواه البخاري ومسلم، النبي بيقول من اغتسل يوم الجمعة وصل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، كأنه تصدق بجمل بناقة، ومن ذهب في الساعة الثانية كأنما تصدق ببقرة، ومن ذهب في الساعة الثالثة فكأنما تصدق بشاة، الله أكبر، بكبش أقرن، خد بالك، ومن ذهب في الساعة الخامسة فكأنما أو في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، ومن ذهب في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، اللي خايف يبدأ بدري، يبدأ بدري في طاعة ربنا، يبدأ من مرحلة الشباب. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، فاستبقوا خيرات وأنا أول المسلمين. فاصل ونرجع لكم نستقبل إيميلاتكم واتصالاتكم. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معانا الأستاذة إسراء. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. مساء الخير. اتفضلي يا فندم. أنا عايزة أسأل عن الصلاة. اتفضلي يا أستاذة إسراء. إيه؟ اتفضلي اسألي، اتفضلي تحت أمرك. بص حضرتك، أنا بصلي على طول وبعدين مرة واحدة بقطع. أيوه. فبابايا يقعد يعاقبني ويزعل عشان الصلاة ويعاقبني حاجات كتير. فأنا عايزة أصلي وأقرب من ربنا جدا، وبعمل مع واحدة بنتي إن إحنا نصلي مع بعض ونصلي مع بعض على طول يعني، بس برضه ما بنصليش يعني حاجة بتبعدني عن الصلاة. يعني بتصلي وبعدين تلاقي حاجة بتبعدك عن الصلاة. بصي يا أستاذة إسراء، ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويعزك. دايما يا جماعة كده إحنا بنقول إيه؟ بنقول يعني إيه؟ المرء أو الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أكتر حاجة بتهين الإنسان على العبادة الصحبة الطيبة. عارفين حتى في أمور الدنيا يقول لك بصراحة يعني اللمة بتأكل، لما نكون كده عيلة كده ومتجمعين ما شاء الله، الاب والام والاولاد ومش عارف ايه، بتلاقي الايه الواحد حتى لو ملوش نفس ياكل بياكل. نفس الحكايه لما اكون انا لوحدي ممكن افطر ممكن اقصر، انما لما يكون حواليكي كده بعض صحباتك الطيبات كده، دي تعينك ودي تقول لك كذا، ودي تذكرك بالصلاه ودي تذكرك بالعباده ودي بتذكرك بقراءه القران والذكر الحاجات دي كلها اختي اسراء بتعينك على ان انت يتجدد الايمان في قلبك. لما تلاقي حد بيذكرك بالله سبحانه وتعالى، خش على بعض الغرف النسائيه بيدوا دروس جميله، بعض النساء اسمع ان في بعض النساء بيدوا دروس في غايه الروعه، خش واسمعي كده وشاركي وخلي حد منهم يتواصل معاكي. كل ده هيعينك على ان انت تصلي. الحاجه الثانيه المهمه جدا ان انت تتذكري دائما ان في النهايه كلنا مروحين، وان ما فيش حاجه هتنفعني لا في قبري ولا في آخرتي ولا في الجنة
إلا إن أنا أكون بعمل شيء يرضي ربنا. وأكتر حاجة ربنا بيحبها الصلاة. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الله، أحب حاجة نتقرب بها لربنا يا أختي إسراء هو الشيء اللي ربنا فرضه علينا سبحانه وتعالى. الأستاذة ليلى، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبك جدا في الله يا شيخ. ربنا يحبك ويسترك ويبارك في عمرك يا رب. يا شيخ أتمنى أنه تدعي لي أنه يلهمني الصبر. نعم. على مراعاة الأب والأم. ربنا يا رب يرزقك الصبر ويرزقك الأجر والثواب يا رب العالمين. وهنيئا لك، أي إنسان عنده أم وأب بيكرمهم أنا بقول له هنيئا لك، معاك كنز، معاك أوسط أبواب الجنة. ربنا يحفظك يا رب ويأجرك إن شاء الله. اتفضلي يا أختي ليلى. في سؤال؟ طيب خلاص. الأستاذ أحمد بيقول: كيف أجسد شعار البسمة والرحمة في حياتي؟ شوف يا جماعة، في حاجتين. أول حاجة، الإنسان المسلم لما بيبتسم حتى والله في عز آلامه، يعني اوعوا تفتكروا مثلا إن أنا دلوقتي وأنا قاعد في الحلقة مثلا وأنا ببتسم إن أنا ما فيش حاجة من جوايا تعباني. يعني لما أكون أنا رجل عايش في مكان حزين على بلدي وحزين على اللي بيحصل في بلدي وحزين على أهل بلدي كلهم بلا استثناء، حزين على اللي بيحصل لإخواننا في سوريا، حزين على اللي بيحصل في أي بلد من بلاد المسلمين، لكن مع ذلك في محل الدعوة لازم أنسى، مش أنسى الهموم ديت، لكن لازم في محل الدعوة لازم البسمة دي تترسم على الوجه حتى لو كان القلب موجوع. ليه؟ لأن البسمة دي أولا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا صدقة. النبي كان بسام المحيا، دي سنته أنا بقلده صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وصدقة لأن النبي قال كده: تبسمك في وجه أخيك صدقة. الرحمة بقى لازم تعلم إن على قد الرحمة اللي ربنا بيضعها في قلبك على قد ما هتفوز برحمة ربنا. حاول إن أنت قلبك يتسع للدنيا كلها، للمسلم وغير المسلم. يعني المسلم بترحمه لأنه أخوك في الله، وغير المسلم بترحمه لأن أنت مشفق عليه أنه هو يموت على غير دين الله. فده يخليك بفضل الله تجسد شعار البسمة والرحمة. الأستاذ خالد: أنا معجب ببنت مسلمة ملتزمة وخلوقة، ولكن والدتي معارضة لزواجنا، فما هو الحل؟ بكل بساطة يا أستاذ خالد، حاول بقدر الإمكان أن أنت طالما هذه الأخت الفاضلة إنسانة محترمة ومتدينة ومن عيلة طيبة، حاول تقنع والدتك بأسلوب مهذب. حاول أن أنت تقول لها: طب يا أمي، يعني ادي لنفسك فرصة، اقعدي معها، كلميها، دردشي معاها شوية، حاول تقنعها. إنما حاول بقدر الإمكان أن أنت ما تعملش حاجة تغضب عليك والدك أو والدتك. طبعا هم مش من حقهم يجبروك على جوازة معينة، لكن في نفس الوقت برضو مش من حقك أن أنت تتجوز واحدة الأم يعني بتكرهها أو مش عايزاها، لكن أنت تحاول تقرب المسافة بين الاثنين، لأن في النهاية الوالد أوسط أبواب الجنة. حاول توفق ما بينهم، وحاول تخلي والدتك تدي لنفسها فرصة إن هي تروح لها تزورها، أو الأخت دي تيجي تزور والدتك في وقت أنت مش موجود فيه وتتكلم معاها، وربنا يا رب يقدر لك الخير إن شاء الله. الأستاذ عبد المجيد، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام حبيبي. ما حكم بيع مواد التجميل في الأسواق مع أنني مقيم في فرنسا؟ نعم، مواد التجميل للنساء. نعم، الفرنسيات والعربيات. شوف يا أستاذ عبد المجيد، ربنا يعز حضرتك. مواد التجميل في الغالب، أنا ما بقولش كلهم بيشتروها كده، في الغالب ما بيشتريهاش غير واحدة هتتجمل بيه وتخرج بيه في الشارع، فممكن تشاركها في الإثم بهذا المنظر. إنما أنت لو واثق، وطبعا الموضوع يعني إيه ما تقدرش إن أنت تحكمه، إنما مثلا في بعض البنات أو بعض الأخوات بيبيعوا فيما ما بينهم كده في مجالس النساء الملتزمات، عادي بتبيع مثلا لواحدة أدوات تجميل عشان تتجمل لزوجها في البيت بهذه المواد دي، لا بأس بها. إنما التجارة في مواد التجميل من خلال محل موجود وأنا عارف إن اللي داخلالي هتشتري يقينا عشان تتزين بيه في الشارع، فأنا أخشى أن حضرتك تكون مشارك ليها في الإثم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما لو كان الغالب على المجتمع اللي حضرتك فيه مجتمع أغلبه محجبات أو أكثره محجبات، مثلا كما يحدث مثلا في بعض المجتمعات الخليجية، إن أغلب النساء أو تقدر تقول أكثر من 90% من النساء محجبات، وبالتالي أنت عارف يقينا أن هذه المرأة المحجبة يقينا مش هتستعمل المكياج دوت أو المواد التجميل دي إلا في التزين أمام والدها، أمام إخواتها، أمام محارمها، أمام زوجها، أولادها، فلا بأس بهذا، وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين.
الأخت أم مروان: أعيش في إيطاليا ولي جارتان مغربيتان، وعرفت أن إحداهما قالت للأخرى أنني أحسدها وأبغضها وأنا متألمة لسماع ذلك، كيف أتعامل معهما؟ عايز أقول لحضرتك يا أم مروان، دايما يا جماعة أنا بقول لما واحد يجي يبلغني يقول لي فلان قال عليك كذا، فأنا أعتقد فيما بيني وبين نفسي إن اللي شتمني هو اللي بلغني، لأن الإنسان اللي اغتابني وجاب سيرتي من ورايا هو لم يكن عنده الجرأة اللي توصله لمرحلة إن هو يقول الكلام في وجهي، فما زال عنده شيء من الاستحياء مني. أما اللي جه قال لي فلان بيقول عليك فما عندوش أي ذرة استحياء مني، فزي ما بنقول في مصر هنا: ما شتمك إلا اللي بلغك. وإحنا دايما نحسن الظن بالناس، وعشان حتى لا نمرض قلوبنا. جاي واحد بيقول لي مثلا: يا شيخ فلان ده فلان بيقول عليك، غفر الله لنا وله، بارك الله فيك، بعد إذن حضرتك ما تنقليش كلام من حد، الله يبارك في عمرك، إني أحب أن أخرج إلى إخواني وأنا سليم الصدر. كأنك ما سمعتيش حاجة بالمرة خالص، تعاملي معاهم أحسن معاملة وما تشكيش في أي حاجة زي كده. وحتى لو واحدة قالت لواحدة إن أنت بتقولي كذا أو كذا، قولي لها: حضرتك أنا ما بقولش حاجة على حد وما بجيبش سيرة حد، ولو هي عندها بينة هاتيها تقولي الكلام ده قدام عينيا، أما أنا فوالله أحب أن أخرج وصدري سليم لكم جميعا وأنا أحبكم في الله. بس كده، اقفلي أبواب الفتن. أنا واحد من الناس لا أسمح لأحد أبدا ان يجي يبلغني كلمه عن حد. اي حد جاي يقول لي ده يا شيخ ده فلان، او لو سمحت بعد اذن حضرتك الله يبارك في عمرك، ربنا يعزك ويحفظك، بلاش يعني توغر صدري الانسان من ناحيه اي حد. احب ان اخرج الى اخواني كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يجي واحد يبلغه حاجه يقول له: اني احب ان اخرج الى اصحابي وانا سليم الصدر. فربنا يكرمنا ويكرمكم. لا توغري صدرك ابدا يا ام مروان. أم عمر: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ كان عندي استفسار بس. اتفضلي يا أم عمر. أنا بحاول في الأيام العادية مش في رمضان بس أكون أحاول أن أنا أكون في المظهر وفي المعاملات حسن المسلمة، أو مثال حسن للمسلمة، بس أنا ما بقدرش أستزيد. أنا ما بعرفش، مثلا ممكن أكتفي في قيام الليل بركعتين أو بأربعة. ممكن أختم القرآن بس على مدار السنة مثلا كلها، وفي رمضان بالذات ممكن ما أقدرش أكتر من مرتين في رمضان. دي قدراتي بصراحة. بس في معاملاتي بس أنا نفسي أستزيد، نفسي أبقى سباقة فعلا في الخير. فأنا مش عارفة، أنا حاولت أكتر من رمضان مثلا إن أنا أحاول أقول مثلا هجزأ أو كده، بس ما بعرفش. نفسي أنا عايز أقول لك حاجة يا أم عمر، شحنة كده تخليني أستزيد فعلا. عايز أقول لك يا أم عمر ربنا يعز حضرتك. شوف يا جماعة، عايزين بس نحفظ الكلمتين دولت. كل واحد ربنا بيستعمله في منطقة وفي حاجة معينة يخدم بها دينه. في واحد ما شاء الله عنده قدرة حلوة قوي على العبادة ما شاء الله، والعبادة دي بتعود عليه هو نفسه فقط. شوف قد إيه. في واحدة زي أختنا أم عمر بتقول مثلا إن هي ما شاء الله بتحاول تكون صورة طيبة للمسلمة بأخلاقها بمعاملاتها بسلوكياتها. دي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى قد تعود بالنفع على الأمة أكتر من اللي بيصلي قيام الليل. دي مسألة مهمة. في واحد ثالث عنده علم فبيبلغ العلم عشان ربنا ينفع بيه. في واحد رابع عنده حتة قدرة على الإنفاق. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأيام الأول من 10 ذي الحجة، إنه لما ذكر ما من أيام العمل الصالح فيها خير من تلك الأيام، قال العمل الصالح ولم يحدد. ليه؟ لأن في واحد عنده قدرة على الصيام، والثاني عنده قدرة على القيام، والثالث على القرآن، والرابع على الإنفاق. وإلا لو كانت حياتنا كلها فقط صيام وقيام وقرآن وذكر يبقى الفقراء مش هياكلوا. واخد بالك؟ فكل واحد فينا ربنا استعمله في منطقة معينة. مش لازم كلنا نبقى كلنا في القيام والصيام والقراءة القرآن وبس، لا طبعا. بس مش معنى كده ان انا هعمل الخير ده واترك برضو العبادة. هاخد من العبادة النذر والقدر اللي يكفيني واللي اقدر اداوم عليه. مثلا ممكن يكون رجل عالم، فمثلا ممكن يقوم يصلي بالليل مثلا 4-5 ركعات قيام ليل، وبقيه الليل عمال بيذاكر وبيحضر وبيعمل كتب وبيصنف الاشياء اللي ممكن يخدم بها الاسلام والدعوه الاسلاميه. فاعاده للدعوه ده خدمه اكتر من قيامه لليل. واحد عمال بيخدم أمه وبيشرف عليها في مرضها وطول الليل سهران عليها، وأخوه عمال بيصلي زي ما حصل لمحمد بن المنكدر لما قال: بت ليلة أغمز أطراف أمي وبات أخي يصلي قيام الليل وما أرضى ليلته بليلتي. يبقى إذن
عايز اقول لحضرتك يا ام عمر ان كل واحد ربنا بيستخدمه في منطقه، انت ربنا استخدمه في منطقه جميله جدا محتاجينها اليومين دول قوي. ليه؟ علشان اساءه الظن بالناس الملتزمين ان لا دول كذا دول كذا. حاول تكوني صوره طيبه. فاحنا في الوقت الحالي محتاجين ان احنا نشهد للاسلام شهاده عمليه كما شهدنا له من قبل شهاده قوليه. ربنا ينفع بيك يا رب العالمين. ابو يوسف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام حبيبي. أحبك في الله يا شيخ محمود. أحبك الذي أحببتني فيه. يا شيخ محمود أنا مغترب في أحد البلاد العربية، فكفيلي اللي أنا شغال معاه نعم علمت إنه يشرب يعني الخمر، نعم، ولكني لم أراه، يعني سمعت من الناس يعني حكيت لي. نعم. فهل الراتب اللي أنا بتقاضاه حلال أم حرام؟ أنت مالكش دعوة بشربه، يعني هو حضرتك الراتب اللي أنت بتتقاضى الراتب دوت يا أبو يوسف، ربنا يعزك ويحفظك، بتتقاضى الراتب ده بناء على عمل حضرتك بتقوم بيه. هو بقى عياذا بالله إن ابتلي بشرب الخمر أو ابتلي بشرب مخدرات أو غير ذلك، أنت ما فيش أي علاقة بين الراتب بتاع حضرتك وبين الشرب أو المعصية اللي هو بيفعلها. لكن إن استطعت وتيقنت بدون أن أنت يعني تبحث، إذا تيقنت أن هو بيشرب فمن باب برضو يعني الدين والنصيحة تقدمها بأدب وبذوق. إذا قدرت تقدمها مفيش مشكلة، يبقى ده أفضل بفضل الله سبحانه وتعالى من باب الخوف عليه، ولكن تقدم بشكل غير مباشر عشان يعني بتبقى أجمل، يعني أجمل من أن أنت تقول له أنت بتشرب خمرة أنت بتعمل كذا. إنما لما تقول له مثلا بشكل غير مباشر والله يعني أنا أحسب حضرتك على خير، وإن شاء الله اللي زي حضرتك أكيد طبعا الحمد لله هو أبعد الناس عن الوقوع في أي حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى. وأكيد حضرتك لا يمكن في يوم من الأيام مثلا، لا أتصور واحد زي حضرتك إنسان فاضل ممكن في يوم من الأيام يشرب خمرة فضل أو دخان فضلا عن إنه يشرب خمرة أو كذا. يبقى الأسلوب غير مباشر بحيث إن أنت ما تعرفوش إن أنت عرفت. الدعوة المباشرة ممكن تؤذي وممكن تجيب مشاكل، لكن في نفس الوقت ادعوه إلى الله سبحانه وتعالى وانصحه إن تيقنت من ذلك، لكن لا تبحث ولا تفتش عن عورات الناس. أما المرتب بتاع حضرتك يا أبو يوسف فإن شاء الله حلال، ما فيهوش أي علاقة بينه وبين اللي بيحصل. الأستاذة هاجر بتقول ما حكم إزالة الشارب عند المرأة؟ يجوز طبعا إزالة الشارب إذا خرج شارب للمرأة يجوز إنها تزيله، ولو خرجت لحية للمرأة برضو يجوز إنها تزيله بفضل الله سبحانه وتعالى. أمة الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ أهلا بحضرتك يا فندم. ربنا يكرمك يا رب ويجعل كل علمك ده في ميزان حسناتك يا رب. آمين يا رب العالمين. كان لي سؤالين. السؤال الاولاني معلش انا حامل في الشهور الاولانيه. نعم. ومن ساعه الحمل وانا تعبانه جدا يعني، وحاسه الحمل ده اثر في طاعتي كتير. يعني مثلا كنت بصلي السنن ما بقتش اصليها، بصلي الفرض بس بالعافيه. مش قادره اقرا القران زي الاول، فخايفه. يعني سمعت مقوله لابن عثيمين ان لو لقيت نفسك متكاسلا في الطاعه فاحذر ان يكون الله كره طاعتك. فانا خايفه يكون كده. فاحذر ايه؟ فاحذر ان يكون الله قد كره طاعتك. نعم. فخايفه يكون ربنا كره طاعتي وانا في نفس الوقت لا احنا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا امه الله. طب اقول لحضرتك السؤال الثاني. اتفضلي. ليه حضرتك لما بتيجي تبدأي في اخر الحلقه بترفع صباعك بس مش بترفع ايديك الاثنين؟ لان هذه هي السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع الاصبع فقط. هذه يعني احنا لما ندعي نرفع صباع بس؟ نرفع الصباع. لا لما اجي ادعو الناس هتؤمن حواليا، انما انا لو هقعد ادعي بيني وبين نفسي فارفع كفاية عادي مفيش مشكله. واخد بال حضرتك؟ يعني السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا يدعى في خطبه الجمعه او في درس او غير ذلك كان يرفع اصبعه السبابه فقط. انما انا لو هقعد ادعو ما بيني وما بين نفسي عادي برفع كفايه عادي، لان في الوقت دوت انت لما بتامني بترفع الكفين، فانا في الوقت ده انا بدعو واؤمن على نفسي. انما انا لما اكون بدعو في خطبه جمعه مثلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الاصبع فقط. عايز اقول حاجه يا امه الله، ربنا يعز حضرتك ويبارك فيكي. كل انسان بيعتريه اشياء من الاعذار. بمعنى ايه؟ الانسان ما هوش مكن حديد، ده حتى المكن الحديد بيتعب. شيء طبيعي جدا معروف يعني ان المرأة حينما تحمل في اثناء فترة الحمل او في اثناء فترة الرضاعة او غير ذلك، الام بتتعب تعب شديد جدا، والابن بياخد من الكالسيوم اللي في الجسم وبياخد من جهدها ومن صحتها ومن عافيتها، فبيكون قوتها على اداء الطاعة ما بتكونش بنفس الكفاءة بتاعتها قبل ما تتجوز، قبل ما تكون لسه بنت صغيرة وبتقدر ما شاء الله تتحرك وتقوم وتصلي وتعبد. لكن ده مش معناه ان احنا هنفرط في الفرائض.
يعني أقل القليل إن حضرتك إن شاء الله تواظبي على الفرائض وتحافظي عليها تماما، ويكون ليكي ورد قرآن يوميا ولو حتى متفرق. يعني لو مش قادرة تقري الجزء كله مرة واحدة، فعلى الأقل مثلا بعد كل صلاة خلي مثلا قبل كل صلاة صفحتين، وبعد كل صلاة صفحتين، بفضل الله مع ال5 صلوات تقدري تختمي جزء يوميا بفضل الله سبحانه وتعالى. أما إن حتة إن أنت قصرت في طاعة، أظن طبعا قصد شيخنا الحبيب الله يرحمه رحمة واسعة يا رب العالمين، الله يرحمه رحمة واسعة، أظن قصد شيخنا الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه رحمة واسعة إن الإنسان لو كان عنده قدرة على أداء الطاعة وصحته ما شاء الله، وهو اللي متعمد إن هو يتكاسل، فممكن فعلا يكون المولى عز وجل كره منه هذا العمل، أو إن الإنسان يكون في عنده دخن في قلبه، أو يكون عنده رياء أو عنده نفاق أو غير ذلك. إنما لما يكون إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. واحد مسافر شيء طبيعي بيقصر في الصلاة وممكن يجمع بين الصلاتين، فربنا يكتب له الفريضة بالسنن التي كان يفعلها وهو في الحضر. طيب واحد مريض، طب ما الحامل دي زي المريض، فهي برضو تعبانة وبتعاني، وممكن ما تكونش بتنام، وممكن تكون يا عيني طول الشهور عمالة يعني مش قادرة تتحرك ولا تعمل أي حاجة، ويكون عندها متاعب ومضاعفات الحمل إلى غير ذلك. فأنت إن شاء الله معذورة، لكن حاولي بقدر الإمكان استعيني بالله وكتري من الدعاء، وحاولي على قد ما تقدري ان شاء الله ان انت تكتري من قراءة القرآن، لان هذا بفضل الله سبحانه وتعالى يعود بالنفع والخير على ولدك اللي في بطنك. اسال الله عز وجل ان يجعله صالحا، وان يبارك في اولادكم جميعا، وان يملأ بيوتكم بالطاعة يا ارحم الراحمين. حاولي تكتري من القرآن ومن قراءة القرآن ومن الاستغفار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واكيد ربنا هيصل لك كل خير. والدعاء بقى في الثلث الاخير من الليل، ربنا يتقبل منا ومنكم. الأستاذة ياسمين، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي فضيلة الشيخ، أنا عايز أسألك سؤال. اتفضلي. بالنسبة دايما حاسة إن أنا يعني هموت وكده. نعم. ودايما خايفة يعني. نعم. وبرضك الصلاة تقيلة عليا قوي، بالنسبة ودايما كل ما أحلم بحلم أحس إنه يعني بيبشرني إن أنا هموت أو كده. نعم. عايز اقول لك، ممكن الرؤية تيجي مثلا بشر ولا دايما بخير؟ ربنا يبارك في حضرتك يا رب. ان شاء الله الرؤيا تاتي بخير دائما. الحلم من الشيطان والرؤيا من الرحمن سبحانه وتعالى. عايز اقول لك يا اختي ياسمين، ربنا يعز حضرتك ويبارك فيكي. عايز اقول دايما الانسان بيمر بمراحل اقبال جامد على الطاعه، وفي مراحل ثانيه اسمها مراحل الفتور. فحضرتك عند مراحل الاقبال اقبلي على الطاعه واغتنمي كده وانهلي من الطاعه. في مراحل الفتور على الأقل تلزمي نفسك بالفرائض والرواتب، وممكن يعني شوية تأثري في النوافل شوية لحد ما تلاقي النفس بدأت تقبل مرة تانية، فتبدأي بفضل الله تلزميها، أو تحاولي بقدر الإمكان أن أنت تعينيها على أن أنت تكتري من النوافل. حتة أن أنت أحيانا بتصلي وأحيانا مش قادرة، أحيانا مش عارف إيه، على الأقل زي ما بقول دايما يا جماعة، الفرائض أقل حاجة نلقى بها المولى عز وجل الفريضة. يعني ممكن أقصر في النافلة أحيانا، ممكن أقصر في الرواتب، ربنا يعافينا ويعافيكم، لكن الفرائض يعني دي هتحاسب عليها. أول ما يحاسب العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فده فيها عياذا بالله خسارة في الآخرة، خسارة إن أنا أخسر آخرتي لو إني سبت الصلاة. فحاولي بقدر الإمكان إن أنت يكون ليكي صديقة بتعينك على الطاعة. لو متجوزة خلي زوجك يعينك، لو مش متجوزة خلي إخواتك، خلي أسرتك، والدتك. حاولوا تتعاونوا كده، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حاولوا تتفقوا مع بعض، تصلي حتى مع والدتك أو مع أخواتك صلاة في جماعة. حاولوا تشجعوا بعض كده، حاولوا تعملوا جلسات، حاولوا تخشوا على غرف في النت كده لبعض النساء بيدوا دروس. حاولوا بقدر الإمكان إن أنت تخلي حد ياخد بإيدك وتاخدي بإيده إن شاء الله، علشان تقربوا من ربنا أكتر إن شاء الله. والدعاء بقى، الدعاء ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. إيه كده، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قول يا رب حبب إلي وزين إلي الإيمان وزين إلي الطاعة وجدد إيمانا في قلبي. وكتري من الدعاء كده يعني. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الوقت الجميل مع حضراتكم بيخلص بسرعة، وما بقي إلا الدعاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا،
تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم يا رب العالمين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم وسع أرزاق المسلمين في كل أقطار الأرض. اللهم بارك في المسلمين في كل أقطار الأرض. يا رب ألف بين قلوب المصريين. يا رب نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. فرج هم إخواننا في سوريا يا رب، إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين على المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، نجح طلاب المسلمين، زوج بنات المسلمين، فرج هم المهمومين وكرب المكروبين برحمتك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، واجمعني وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.